بعيدا عن ضجيج الأسواق وزحام الشوارع، وفي أعماق خليج عدن ترقد أسطورة دفنتها الرمال منذ قرون. إنها مدينة خلاد الغارقة. ليست مجرد حكاية يرويها الأجداد لصغارهم قبل النوم، وليست مجرد خيال شعبي. إنها أطلنطس اليمن الضائعة، مدينة كانت يوما ما تعج بالحياة، بأسواقها وقصورها وأسوارها المنيعة، قبل أن يقرر المحيط في لحظة غضب غامضة أن يجعلها جزءا من مملكته الصامتة. من أين جاء اسم خلاد؟ في بطون الكتب والمخطوطات القديمة تتردد أصداء هذا الاسم كمركز تجاري مفقود. يقول المؤرخون إن هذه المنطقة كانت جسرا يربط الشرق بالغرب، لكن لماذا اختفت؟ تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن سواحل عدن تعرضت عبر العصور لتغيرات بنيوية عنيفة، زلازل صامتة، أو ربما ارتفاع مفاجئ في منسوب المياه حول اليابسة إلى قاع للبحر. الخوارزميات الجغرافية تؤكد أن تضاريس الساحل العدني تخفي تحتها طبقات من العمران الذي لم يره بشر منذ مئات السنين. نحن لا نتحدث عن أطلال عادية، نحن نتحدث عن حضارة كاملة ابتلعتها المياه في لمح البصر. اسألوا صيادي عدن القدامى، أولئك الذين قضوا أعمارهم يقرؤون وجه البحر، سيخبرونكم أنه في أيام الحسير الشديد، عندما يتراجع البحر إلى أقصى مداه وتصبح المياه صافية كالبلور، تظهر للعين المجردة أشباح من الحجر، أعمدة قائمة، جدران غطتها الطحالب، ودرجات سلم تقود إلى المجهول. يقول الصيادون: كنا نرى الحجر بوضوح، بيوت كاملة تحت قواربنا. هل هي مجرد تشكيلات صخرية؟ أم أن خلاد تحاول التنفس من جديد؟ هذا الغموض هو ما يجعل عدن مدينة استثنائية، مدينة يعانق فيها الواقع الأسطورة، ويختلط فيها الحاضر بماض رفض أن يمحى تماما. إن البحث عن مدينة خلاد ليس مجرد رحلة لاستكشاف أحجار غارقة، إنه بحث عن الروح التي تسكن هذه المدينة. فعدن رغم كل الأزمات تظل كمدينتها المفقودة، عاصية على النسيان. ربما سيمر وقت طويل قبل أن يكتشف الغواصون الحقيقة الكاملة، وربما ستبقى خلاد سرا يحفظه البحر في أعماقه إلى الأبد. لكننا نعلم يقينا أن تحت كل موجة في عدن هناك حكاية تنتظر من يرويها. وأنتم، هل سمعتم يوما عن مدينة خلاد من أجدادكم؟ وهل تعتقدون أن البحر لا يزال يخفي أسرارا أكبر تحت سواحلنا؟ شاركونا قصصكم، ودعونا نواصل الغوص في تاريخ اليمن المنسي. شكرا لمتابعتكم.